تعالوا نفتح المربع دوت ونرسم شيب لاير. اوكي. الشيب لاير دي اقدر اغير لونها هنا من فوق، واقدر اعمل لها ستروك وازود الستروك بتاعها، واقدر العب في اللون بتاعها سواء جريديان او سوليد زي ما انتم شايفين كده، واقدر اخفيه خالص. تعالوا نلعب في السيتنج بتاعته. اقدر اعمل له اوباستي من هنا من فيل، واقدر اغمق اللون من هنا برضو، واقلل الاوباستي بتاعت الستروك. واعمل له انيميشن، اجيبه يمين وشمال، او اطلعه فوق وتحت، او اكبره واصغره من السايز. الاحرف بتاعته جايب دوران، اقدر اعملها كده. اقدر ارجعها هنا تاني. اوكي. زي ما احنا شايفين كده اقدر اقطع الستروك، واقدر اعمل له انيميشن من هنا واحركه. تعالوا نعمل ندي كي ونقف بعد شوية ونعمل انيميشن، نحرك الكي ده ونشوف. اوكي، زي ما انتم شايفين كده بيتحرك معانا. طيب هندلت الكيز دي، ونيجي هنا عند ترانسفورم برضك في بوزيشن نقدر نلعب فيها. لو احنا جينا شلنا الماوس من على اللاير اللي احنا شغالين عليه، وجينا فتحنا تشيب جديد، هتتحط على اللاير تاني زي ما احنا شايفين. اوكي. ويبقى كده عندنا ان اللاير ده بيتحرك لوحده وده بيتحرك لوحده. طيب احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نرسم الستار على نفس اللاير بتاعت الشيب، فبنقف على اللاير وبنرسم الستار، وبنيجي نحرك الستار من هنا زي ما انتم شايفين كده. اوكي. بس لما بنيجي نحرك المشهد كله بيتحرك معانا على اللاير. طب عايزين نحرك حاجة حاجة، بنقف على بوليستر وبنحركها، وبنقف على المربع ونحركه او المستطيل زي ما انتم شايفين كده. كل واحد بيبقى الخصائص بتاعته موجودة تحتيه وبيتفاعل معاه. نقدر نعمل فيه كل حاجة، نلعب في الستروك، نكبر نصغر، وبيبقوا شكل واحد، والستروك بتاعهم بيندمج مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ده لو هنا لو عايز ارسم حاجة وعايز اعمل عليها لاير، واخفي اللي وراها او اخفيها او احركها في نص السكرين، واخفي جزء منها واحرك جزء تاني، اقدر اعملها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. نقدر نعمل هنا روتيشن، ونلعب في الخصائص بتاعتها، ونقعد هنا نجرب الميرج. نقدر نعمل بيها اشكال كتير وليها استخداماتها، هنعرفها برضك في الفيديوهات اللي جاية. ممكن اعملها هنا دايرة واخليها نص دايرة، نلعب في النص دايرة ديت ونخليها على شكل موج كده، ونعمل ميرج بين الشكل دوت والمستطيل، ونقدر نلعب في السيتنج بتاعتنا. هنفصل الاتنين كده عن بعض ونلعب في النص دايرة ده او الشكل الموج ده، ونقدر نعمل منه اشكال، ندوره سداسي، نقدر نعمله نجمة تاني، نكتر عدد الاركون اللي موجودة زي ما انتم شايفين كده، بيعمل اشكال كتير، ونقدر نعمل بيها انيميشن، نكتب جواها تكست، نعمل اللي احنا عايزينه.
ممكن اخلي المستطيل ده يعمل تويست واعلي التويست بتاعه زي ما انتم شايفين كده، واقدر ارجعه تاني والفه العكس زي ما احنا شايفين. زي ما انتم شايفين كده بيعمل كل الاشكال اللي انتم شايفينها دي. نقدر نعمل بيه حاجات كتير قوي. كل ده اقدر اديله كي فريم واعمل له انيميشن بيه على حسب الانيميشن اللي انا عايز اعمله. بقدر هنا ان انا اعمل اطرف اخليها واخده شكل دوران. كل الخصائص دي موجوده في الشيب لاير. هتقدروا انتوا بقى تقعدوا تجربوا في الخصائص بتاعته ديت، ولو جات لك فكره تقدر تنفذها بيه. بيعمل اشكال كتير جدا ونقدر نلعب بيه وهنطبق عليه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وهندخله في الشغل بتاعنا عشان تعرفوا برضك ممكن نعمل بيه إيه اكتر. الشيب لاير من الحاجات اللي بيستخدموها كتير قوي في التمبلت اللي الناس بتنزلها، وليها طرق استخدام كتير قوي هنشرحها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وهنحاول نعمل تمبلت قريب بحيث ان الناس ما تنزلش تمبلت، لا هي تعمله بايديها وتبقى حاجه فعلا بتاعتها، ما بتنزلهاش من مواقع اجنبيه او كده. نشوفكم ان شاء الله في الايفنت اللي جاي يوم الجمعه الجايه 24 ابريل. الايفنت بتاعنا موجود على الجروب ومستنيكم ان شاء الله. سلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.